حضرتك بتقول هما قالوا افريقيا، ماشي مين واخد افريقيا؟ اكيد الاهلي كده كده يخش. انا متذكر الاهلي بعيد، دعوه ما بالاهلي. بتكلمش على الاهلي. بيتكلم هو دلوقتي بيتكلم الاهلي اخر 10 سنين اكتر فرقه واخده دوري هو دلوقتي بيتكلم على الترجي ترجي وداد وصن داونز والزمالك. اكيد فرقه منهم هتبقى وحش من الزمالك. انا متاكد. ثواني، هل هو قال لك بطولات القاريه القانون عشان تخش كاس العالم؟ ماليش دعوه بالقانون، انا بتكلم ان القانون اصلا غلط. هو القانون ايه؟ القانون اصلا ما يقولش ان انت تشتري زيزو قبل ما الزمالك يخلص معاه. القانون يقول لكم انتوا اتسحبتوا تخصم منكم 6 نقط. ده موضوع تاني. القانون ده مش ده هتكلم فيه. بص انا مش هتكلم في القانون. انا مش هتكلم هتكلم في القانون. القانون انا بقول لك قانون غلط ليه؟ بالورقه والقلم انت بتتكلم فرقه مكسره الدنيا على مستوى القاره اللي هم مين؟ الاهلي رقم 1 يا عم مش مشكله كده. وبعده بصرف عن كده بعده 3 4 فرق صح؟ اكيد الزمالك واحد من ليه الزمالك ده ما بيخشش افريقيا عشان يخش اصلا؟ ايه افريقيا؟ ما انا بقول لك افريقيا دي الشامبيونز ليج. انت جامد وخدت افريقيا وانا جامد وانا تعبان خدت الكونفدراليه. طبقنا البيست، لعبنا ايه؟ سوبر افريقيا. عملت فيك ايه؟ ده ماتش واحد. لا اله الا الله. مش كسبتك والله يا جدعان. طب ما احنا ما تكسبني. طب ما اقول لك حاجه يا عم، ده مش ماتش، ده مش ماتش، ده شوط. ده شوط. كسبني انا اكسبك يعني، ما اقصدش اكسبني، اكسبك. انت خدت الدوري الابطال الجامد اللي ما فيش منه 2 صح؟ وانا خدت الكونفدراليه التعبانه اللي هي بتاعت الثالث والرابع. لعبنا طبقنا البيست ده ماتش واحد فاكسبني الماتش. طيب ماتش واحد اكسبوني. حسب بقى يعني ظروف، يعني مش كل ماتش هكسب الكوره، مكسب وخساره، مش كل ماتش هكسب.